السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه ستوري، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله زي ما حضرتكم شايفين هننفذ مع بعض الكوستر ده أهو. زي ما حضرتكم شايفين هو طالع معايا بحجمين لأن الخيط مختلف، ده معمول بخيط وده معمول بخيط. ده معمول بخيط الغزل الرفيع اللي هو خيط المنجد، ده من نفس نوع الخيط اللي هنشتغل بيه مع بعض النهاردة إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ أحب أفكركم لو لسه مشتركتوش في القناة، تحت الفيديو في زرار أحمر مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، دوسوا عليه وفعلوا الجرس عن طريق اختيار الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. ولو عندكم سؤال سيبهولي في الكومنتات تحت الفيديو. نشوف هنحتاج ايه ونبدأ مع بعض. الأدوات اللي هنستخدمها إن شاء الله، أنا النهاردة هشتغل بالخيط ده، هو اسمه كوتون ايجيبت، قطن مصري، قطن 100%. الشلة دي 100 جرام وطولها 200 متر. وانا هستخدم مع الخيط ده ابرة الومنيوم رقم 2.5، وهحتاج معايا المقص وابرة التنظيف. طبعا انت مش شرط تلتزمي بأي نوعية خيط انا هشتغل بيها، ممكن تشتغلي بأي نوعية خيط قطن تكون عندك مع الإبرة المناسبة ليه. نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي أول حاجة نعمل عقدة البداية. سيب مسافة من الخيط اهي كده، ألف حلقة على الهوا بالإبرة، أدخل جوه الحلقة، هاخد من الخيط كده واطلع واشد الطرف ده عشان اقفل على الابرة. كون عندي عقدة البداية بالشكل ده. هبتدي ان انا ارتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. اشتغلت ال5 سلسلة بالشكل ده. هروح على اول سلسلة اهي كده اهو، ادخل فيها بالشكل ده كده اهو، واقفل بغرزة منزلقة. هاخد من الخيط واطلع من اللفة دي ومن اللفة دي. كونت عندي حلقة صغيرة، دي اللي انا هشتغل فيها السطر الاول. السطر الاول عندي عبارة عن ايه؟ هرتفع اول حاجة 3 سلسلة، 1 2 3، ودول هحسبهم معايا اول عمود. بعدين هعمل 2 سلسلة مسافة بين الاعمدة، يعني انا كده ارتفعت كله 5 سلسلة. بعدين هعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة، هدخل جوه الحلقة، منساش ان الخيط ده اخده معايا عشان يتثبت تحت الشغل، واعمل عمود بلفة. الف الخيط على الابرة وادخل جوه الحلقة واطلع معايا 3 حلقات، هاخدهم 2 في 2. هعمل 2 سلسلة، بعدين اعمل عمود بلفة بالشكل ده كده، بعدين 2 سلسلة، بعدين عمود بلفة بالشكل ده كده، بعدين 2 سلسلة. انا دلوقتي عملت كام مجموعة؟ 1 2 3 4. انا عايزهم 8. هشتغل كمان 4 مجموعات عمود بلفة 2 سلسلة، وارجع لكم نقفل السطر الاول مع بعض ونكمل ان شاء الله. انا هنا وصلت لاخر السطر الاول وعملت اخر عمود وخدت السلسلتين. بقى عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8. هقفل ازاي؟ هروح على السلسلة التالتة من السلاسل الاولانية اللي انا عملتها، 1 2 3، واقفل فيها بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. بقى معايا السطر الاول بالشكل ده، وهمسك الفتلة بتاعة خيط البداية دي اسحبها كده اهو عشان ايه؟ اقفل السنتر شوية. السطر التاني هعمل ايه؟ هرتفع اول حاجة 3 غرزة سلسلة، 1 2 3، ودول كده اول عمود بلفة. على الفراغ اللي جاي اللي هو فراغ السلسلتين ده هعمل فيه 3 عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وادخل كده تحت فراغ السلسلتين واعمل عمود بلفة في نفس الفراغ 2،
في نفس الفراغ 3 بالشكل ده كده. هروح على غرزة العمود اللي جاي، ادخل كده فيها اهو، واعمل عمود بلفة. بعدين على الفراغ اللي جاي ده اهو، هعمل فيه 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3. نعملها مع بعض مرة كمان. على العمود اللي جاي اهو، هعمل عمود بلفة، وعلى فراغ السلسلتين اللي جاي هعمل 3 عمود بلفة. دي 1 في نفس الفراغ، 2 في نفس الفراغ، 3 بالشكل ده كده، بالشكل ده. عمود على العمود وعلى الفراغ 3 عمود. هكرر لغاية آخر السطر ونرجع مع بعض إن شاء الله. أنا هنا فضلت أشتغل بنفس الطريقة، عمود على العمود و3 عمود على الفراغ. عشان أتأكد إن الشغل مظبوط أنا عديت الأعمدة، بقوا عندي 32 عمود. هقفل السطر التاني إزاي؟ هقفله بغرزة منزلقة في تالت سلسلة. أول 3 سلاسل احنا عملناهم أول السطر بالشكل ده كده. بقى ده شكل السطر التاني. السطر التالت هعمل ايه؟ هرفع الإبرة سنة بسيطة كده، وهدخل في نفس المكان اللي أنا قفلت فيه اللي هو تالت سلسلة أهو، وأعمل غرزة حشو أهو. أدخل هنا أهو كده، وأخد الخيط وأطلع معايا حلقتين هطلع منهم. بقى عندي دي أول غرزة حشو. هعمل ايه؟ هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. هفوت العمود اللي جاي ده مش هشتغل فيه، واروح على العمود اللي بعديه اعمل غرزة حشو بالشكل ده كده اهو. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. هسيب العمود ده مش هشتغل فيه، واروح على العمود اللي بعديه، ادخل كده تحت الحلقتين واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده اهو. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. هسيب العمود ده واروح على العمود اللي بعديه اعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. بعدين 3 سلسلة، وهفضل اكرر بنفس الطريقة. هسيب العمود ده واروح هنا اعمل غرزة حشو، 3 سلسلة، سيب العمود ده واروح هنا اعمل غرزة حشو لغاية اخر السطر ونرجع مع بعض تاني. انا هنا وصلت لنهاية السطر التالت. بعد ما عملت اخر حشو عملت 3 سلسلة، هيتفضل عندي هنا عمود مش هشتغل فيه. هدخل في غرزة الحشو اللي انا عملتها اول السطر كده، واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده اهو. بقى معايا السطر التالت بالشكل ده. وعشان اتأكد ان شغلي صح لازم يكون عندي 16 فراغ من ال3 سلاسل دول. السطر الرابع هعمل ايه؟ انا عايز ابدأ شغلي من قلب الفراغ ده. هدخل كده بالإبرة جوه الفراغ واعمل غرزة منزلقة اهو كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هرتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. ال8 سلاسل دول أول 3 سلاسل عمود بلفة، و5 سلاسل مسافة بين العمود والعمود. هلف الخيط على الإبرة، وفي نفس الفراغ اللي أنا ارتفعت منه هعمل كمان عمود بلفة بالشكل ده كده اهو. عمود، 5 سلسلة، عمود في نفس الفراغ. هروح على الفراغ اللي جاي اعمل عمود بلفة اهو. بعدين 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بعدين عمود بلفة في نفس الفراغ، يعني العمودين في فراغ واحد.
مرة كمان ألف الخيط على الإبرة وأدخل في الفراغ اللي جاي ده، أعمل فيه عمود بلفة، بعدين 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، بعدين عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده كده اهو. نعملها مع بعض مرة كمان. ألف الخيط على الإبرة وعلى الفراغ اللي جاي ده عمود بلفة اهو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، نفس الفراغ عمود بلفة اهو بالشكل ده كده. هكرر بنفس الطريقة لحد آخر السطر ونرجع مع بعض تاني. أنا هنا وصلت لآخر السطر الرابع، بعد ما كنت بشتغل في كل فراغ عمود، 5 سلسلة، عمود في نفس الفراغ. هقفل السطر ازاي؟ هقفل السطر بغرزة منزلقة في السلسلة التالتة، 1 2 3، ادخل هنا كده اهو واقفل بمنزلقة اهو، بقى عندي بالشكل ده. طبعا انا برضو هيبقى عندي 16 مجموعة لان انا ما فوتش اي حاجة. انا دلوقتي هيبقى شغلي كله في الفراغ اللي هو من 5 سلاسل ده، هيبقى شغلي كله فيه. انا عايز ابدأ من الفراغ ده، هعمل ايه؟ هدخل بالابرة كده تحت السلاسل واعمل غرزة منزلقة. هعمل انا كده بقيت جوه الفراغ، هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول كده بالنسبة لي اول عمود بلف. هشتغل جنبهم في نفس الفراغ 9 عمود بلف، بحيث انه يبقى عندي كله 10 عمود بلف. يبقى كده 3 سلاسل، 1 2 10 اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. على فراغ ال5 سلسلة اللي جاي هدخل كده اهو واعمل غرزة حشو بالشكل ده. هروح على الفراغ اللي جاي واعمل 10 عمود بلف. بعد ما خلصت ال10 عواميد هروح على الفراغ اللي جاي دوت اعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. يبقى فراغ هشتغل فيه 10 عمود، وفراغ هشتغل فيه غرزة حشو. ناخد بالنا بس في حاجة عايز انبه عليها، انا شغلي كله على ال5 سلاسل دول، ماليش دعوة خالص بالفراغ اللي هو بين المجموعات ده. انا ما بشتغلش هنا، انا بشتغل هنا 10 عمود، هنا وهنا غرزة حشو، هنا 10 عمود، وهنا غرزة حشو، وهكمل على كده لآخر السطر ونرجع نقفل مع بعض. أنا هنا وصلت لآخر السطر الخامس، بقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مجموعات. بعد ما عملت آخر غرزة حشو هقفل ازاي؟ في تالت سلسلة اهو بغرزة منزلقة بالشكل ده، بعدين هرتفع سلسلة، هجيب المقص واقص الخيط اهو، واسحب الخيط كده اهو كده اهو، بقى معايا بالشكل ده.
هجيب إبرة التنظيف وارجع تاني ننضفه مع بعض. انا جبت إبرة التنظيف ولضمت فيها الخيط، ومن ظهر الشغل هبتدي ان انا اخفي الخيط بين الغرز. هنضف الفتلة دي بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. وده بقى شكل الكوستر بعد ما نضفناه اهو. اهو اتمنى اكون فدتكم. لو عجبتكم الورشة اعملوا لايك وشيروه مع اصحابكم عشان يستفيدوا زيكم. ولو عندكم اي سؤال او في اي حاجة مش واضحة اكتبولي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله هرد عليكم. ويا رب تكونوا استفدتم من الورشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.